السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. القصه ديال اليوم ولا الجريمه ديال اليوم غادي تخليك تحس براسك بلي بديتي كتفهم شويه شنو اللي وقع فيها، ولكن قد ما كنغوصوا في الاحداث ديال هاد الجريمه هادي قد ما غادي تحس بلي راك ما فهمتي والو، وبلي التفكير ديالك غادي يتخربق، وبلي التحليل ديالك ما كانش صحيح. الجريمه ديال اليوم كانت وقعات في تايوان، بالضبط في واحد البلده ولا في واحد الشارع في تايوان. هاد الشارع هذا كان معروف بلي الناس ولا الجيران اللي ساكنين فيه كانوا كيعرفوا بعضياتهم بزاف وكانوا قراب لبعضياتهم بزاف، تقريبا بحال دوك الاحياء الشعبيه اللي عندنا في المغرب. الناس كيعرفوا بعضياتهم وقراب لبعضياتهم بزاف، وكيعرفوا العائلات ديال بعضياتهم، بعض المرات كيدخلوا ياكلوا مع بعضياتهم. المهم كانوا عزاز على بعضياتهم وكيعرفوا بعضياتهم مزيان. الناس ديال هاد الحي هذا كانوا كل ليله كيخرجوا كيتمشاو في الشارع ديالهم، ولكن في واحد النهار خرجوا والريحة اللي كانوا كيشموا في الشارع ديالهم ما قدروش يتحملوها نهائيا. هادشي بدا كيطول لدرجة خلاوهم يصونيو على البوليس، وملي عرفوا السبب ديال هاد الريحة هادي تصدموا، وطايوان كاملها تصدمات وتخربقات وما فهموا والو. بلا ما نطول عليكم، على بركة الله. السلام عليكم. انا سميتي سعد من قناه لغة سعد. في هذه القناه هذه كنهضر على احداث ووقائع حقيقيه وجرائم اللي لحد الان باقيين ما تحلاتش وباقيين ما مفهومينش. فإلا كان عزيز عليك هذا النوع ديال المواضيع ما تنساش دير لي لايك ومتابعه باش يوصلك كل جديد. الشارع اللي قلت لكم عليه كانوا الناس في واحد النهار ملي بداو كيدوزوا منه كيشموا واحد الريحه اللي ماشي طبيعيه، وواحد الريحه اللي كتنفرهم وخايبه بزاف وكتعيفهم. عرفتي داك الاحساس ملي كدوز من شي بلاصه خايبه وكتبدا تسد نيفك وفمك باش ما تشمش هذيك الريحه؟ بحال هكا كانوا كيعيشوا هاد الناس هادو نهار على نهار، وكانوا كيقولوا بلي هادشي ما غاديش يطول. يمكن هادشي غير بسبب القوادس ولا شي مشكل في القوادس حاشاكم، وكانوا كيقولوا بلي هادشي راه غيشد غير شي يوم ولا يومين وغادي يتقاد. ولكن هذا الشيء طول لمدة شي 4 أيام، الشيء اللي خلاهم يصونيو البوليس ويعرفوا هذا الشيء مناش، ويجيو البوليس ويتشاكيو القوات ديال هذاك الحي ويعرفوا داك الشيء مناش ويقدوا. جاو البوليس براسهم اللي جاو ما تحملوش الريحه اللي كاينه في هذيك البلاصه. ما تصوروش الوصف ديال الناس فاش كانوا كيوصفوا الريحه اللي كانت في هذيك البلاصه، شي حاجه اللي ما كانتش كيتحملوها نهائيا. فجاو البوليس حتى هما كانوا كيحسوا بنفس الحاجه وكانوا كيشموا نفس الحاجه، حاولوا يقلبوا القوات ما لقاو فيهم حتى شي مشكل، وبداو كيحاولوا يمشيو ويقلبوا على المصدر ديال الريحه، يعني كيحاولوا يقربوا ويعرفوا منين جايه ديك الريحه بالضبط. فبقاو كيقلبوا مزيان حتى حسوا بلي ديك الريحه جايه من واحد المنطقه بالضبط، وبقاو غاديين جيتها حتى لقاو واحد الديور هكا ملاصقين مع بعضياتهم، ومشاو كيدقوا على الناس اللي ساكنين فيهم باش يشوفوا ياك ما المشكل من عندهم، ياك ما عندهم شي حاجه في المجاري ديالهم، شي مشكل في المجاري ديالهم، شي حاجه بحال هكا. المهم دقوا على الدار الاولى ما لقاوش عندهم حتى شي مشكل، قالوا لهم حنا ما عندنا حتى شي مشكل. الدار الثانيه حتى هي والو. مشاو للدار الثالثه بقاو كيدقوا حتى شي واحد ما حل ليهم. حتى جا واحد الجار ديال هذيك الدار وقال للبوليسي باللي راه هاد الدار هادي الناس ديالها دابا غابرين شي 5 ايام، وحتى واحد فيهم ما كيخرج، حتى واحد فيهم ما كاين في الدار، وقيلا مسافرين. الناس بداو كيقولوا باللي انه ممكن بما ان الناس اللي ساكنين في الدار هذه ما كاينينش، ممكن يكون تفرقع شي قادوس عندهم في الدار ولا شي حاجه، هادشي اللي خلات تكون ديك الريحه خايبه بزاف. المهم كان هذا هو الحدس والتحليل ديال الناس، ولكن البوليس كان التحليل ديالهم مغاير فاش عرفوا باللي الناس ديال هذيك الدار ما كاينينش، وبقاو كيشكوا. في ساعه ما بقاوش كيدقوا وحاولوا يفرعوا الباب، حاولوا يهرسوا الباب باش يدخلوا. ملي دخلوا تصدموا من ديك الريحه اللي كانت كتخرج من هذيك الدار، وبداو كيسمعوا داك الصوت ديال الدبان، واحد الريحه كانت تما ما كتحملش نهائيا. بداو كيقلبوا في هذيك الدار قنت بقنت، بداو كيقلبوا بلاصه بلاصه باش يعرفوا المصدر ديال هذيك الريحه منين جاي. هذيك الدار كانوا فيها 3 ديال لي زيطاج. طلعوا ليطاج الاول ما لقاو فيه حتى شي حاجه، قلبوه مزيان، قلبوا الكواتس ديالو ما لقاو حتى شي مشكل في الكواتس. طلعوا ليطاج الثاني حتى هو نفس الحاجه، ما لقاو فيه حتى شي حاجه. وقد ما كيطلعوا قد ما كتزاد هذيك الريحه بزاف. فاش طلع واحد البوليسي ليطاج الثالث قرب لواحد الدوش، والريحه اللي كانت كتخرج منه ما يمكنش تخيلوها. البوليس يحاول يحل هذاك الدوش، بدا كيدفع فيه باش يتحل ولكن ما قدرش. يلا تحل فيه غير شويه وبانت واحد الفتحه من داك الدوش، وداك الشيء اللي شاف البوليسي خلاه يترعد وخلاه يبقى مصدوم في بلاصتو
والسيور بلاص عيط على كاع صحابو اللي كانوا تما باش يطلعوا عنده. فاش جاو حلوا هذاك الدوش كامل ما قدروش اصلا يدخلوا بسبب هذيك الريحه اللي كانت تما. 5 ديال الجثث مكدسه في هذاك الدوش، 5 ديال الجثث مليوحين على بعضياتهم ومغطيين بحال بمنطات ملويين فيهم، كل جثه ملويه في منطه ومغطيه مزيان ومربوطه. الدوش هذا ولا المسرح ديال الجريمه هذه كان مسدود مزيان وبحال كان مشمع، يعني كاع الفتحات اللي كاينين في ديك البلاصه، مثلا القادوس حاشاكم ولا الباب، الفتحه اللي كتكون من تحت الباب ولا اي بلاصه اللي تقدر تخرج منها الريحه بحال الفتحات ديال التهويه في الطواليت والدوش، كلشي كان مسدود وكان مشمع مزيان. يعني الفاعل ولا المجرم اللي دار هادشي ما كانش بغى ديك الريحه تخرج نهائيا وحاول يسد كلشي، حتى الباب ديال الطواليت من الداخل كان مسدود. واخا ما بغاتش تفهم ليا هذه، المهم البوليس فاش كانوا مشاو لقاو الطواليت من الداخل من التحت ديالها كان مسدود. السؤال اللي غتكونوا كتسولوا دابا راسكم هو ان هاد الجريمه هذه من امتى وقعات؟ شحال هما هذوك الجثث وهما مخبيين تما؟ وشكون هما صحاب هاد الجثث هادو؟ باش تعرفوا على الضحايا، هاد الضحايا هادو كاملهم خوت، كاملهم من نفس العائله وهما اللي ساكنين في هذيك الدار مع والديهم، ولكن الجثث كانت ديال غير الدراري بوحدهم والوالدين ديالهم ما كانوش. كما قلنا هاد الاجساد هادو كاملهم كانوا ديال خوت، الكبير فيهم كانت عنده 18 عام والصغير فيهم كان تقريبا عنده 8 سنين. كما قلت لكم الاجساد كانت غير ديال الدراري، الوالدين ديالهم ما كاينينش. والسؤال هنا فين هما الوالدين ديالهم؟ الوالدين ديالهم كانوا مختفين ومفقودين. دابا ندوزو للادله اللي البوليس لقاوها في الدار. اول دليل لقاوه هو سجائر كاروات كانوا مليوحين في الارض، لقاو تقريبا واحد 2 ديال الكاروات كانوا مليوحين في الارض ديال ديك الدار. ثاني حاجه لقاو واحد الفئه نقديه كانت مليوحه في الارض وما كانتش فئه نقديه اللي عاديه. هاد الفئه النقديه ما كانتش عاديه حيت كانت مكتوبه فيها اشارات الاس او اس اللي كتعني سيف اور سولز ولا بالعربيه انقذوا ارواحنا. هاد الفئه النقديه ماشي هي بوحدها اللي كان مكتوب فيها هادشي، حتى واحد الورقه كانت تحت من الباب اللي حلوه البوليس ديال الدار المره الاولى. هاد الورقه هادي ما ردوش ليها البوليس البال فاش كانوا حلوا الباب المره الاولى، وهاد الورقه هادي حتى هي كان مكتوب فيها الاس او اس وكانت مكتوب فيها حتى لادريس ديال الدار. تخيلوا معايا هاد الورقه كان مكتوب فيها العنوان ديال الدار وكانت مكتوبه فيها اس او اس، والبوليس فهموا بلي داك الخط اللي كانت مكتوبه به ديك الاس او اس والادريس في ديك الورقه وفي ديك الفئه النقديه، فهموا بلي هذا الخط هذا كان ديال الاب. يعني هاد الحاله هذه كانت شي حاله اختطاف ولا شي حاجه اللي غريبه، ولكن الوالدين لحد الان باقيين مختفيين. في هاد القضيه وهاد الجريمه هذه ما كانوش بزاف ديال الادله، ولكن البوليس والمحققين ديال هذيك المقاطعه ما بغاوش يخليوها انسولفد نهائيا، يعني ما بغاوش يخليو هاد الجريمه هذه من بين الجرائم اللي ما محلولينش وما عارفين شنو السبب ديالها. المسرح ديال الجريمه كان خايب بزاف، والجثث كان الفم ديالهم مسدود بواحد السلك اللي معدني وكان مربوط مزيان، لدرجه ان الاطباء فاش كانوا جاو كيحاولوا يفكوا هذاك السلك كانوا خايفين لا الفك ديال هذوك الجثث يطيح. والسبب الاخير ديال الوفاه ديال دوك الجثث كاملهم كان هو الاختناق. هذا الشيء كان كيخلي البوليس يتعجبوا اكثر كيفاش العائله ديال هاد الولاد هادو ما كاينينش، والديهم مختفيين وهاد الولاد هادو ميتين هنا، كيفاش هاد الشيء وقع. بداو كيحاولوا يحلوا هذوك الادله اللي لقاو، بداو بدوك السجائر هما الاولين، وعرفوا بلي دوك السجائر ماشي هما اللي كان كيكمي الاب في العاده، يعني ماشي هما اللي كان كيستعمل هو، ماشي هما اللي كان كيشري. سولوا صحاب الساكا والناس اللي كاينين تما اللي كيبيعوا الكارو وداك الشيء، واكدوا ليهم بلي الاب ما كيستعملش هذا الكارو هذا نهائيا. وهاد السجائر هادو فاش حلوهم لقاو فيهم واحد دي ان اي، لقاو فيهم واحد الحمض النووي، وحاولوا يقارنوه مع الدي ان اي ديال كاع الناس اللي قراب العائله، صحابهم عائلتهم، المهم حاولوا يقارنوه مع كل شيء، وفي الاخر لقاو واحد التطابق. في الاخر لقاو بلي هاد الدي ان اي هذا كان كيتطابق مع واحد الصديق ديال ديك العائله. جابوا هاد الصديق ديال العائله للتحقيق وما نكرش، قال لهم بلي فعلا انا كنت في الدار ديالهم ولكن كنت كنكمي انا والاب. قال لهم بلي كنت جالس انا وياه، كنا جالسين في ليطاج الاول وبزوجنا كنا كنكميو، ولكن هذوك الكاروات ولا دوك السجائر اللي لقاو ما كانوش لقاوهم في ليطاج الاول، كانوا لقاوهم في ليطاج الثالث في البلاصه فين وقعت الجريمه.
المهم من بعد التحقيق عرفوا بلي هذاك الشخص ولا داك الصديق ديال العائله ما عنده حتى شي دخل في هذه الجريمه هذه، وماشي هو اللي كان السبب، ماشي هو اللي كان المجرم. ولكن واخا هكاك بقاو كيتسائلوا كيفاش نتايا استعملتي ولا كميتي هذوك السجائر في البريمير ايطاج، في ليطاج الاول، اشنو وصل هذوك السجائر لليطاج الثالث للبلاصه فين وقعت الجريمه، وعلاش هذوك السجائر والزبل اللي كان في الدار ما كانش تلاح. لانه فاش سولوا الجيران كانوا عرفوا من الجيران بلي ان الدار هذه ولا الناس اللي ساكنين في الدار هذه كانت عندهم واحد العاده بلي انه كل نهار ولا يومين كان واحد من الدراري كان كيخرج الزبل كيمشي كيلوحو في الطرو ديال الزبل، ولكن هذيك المده كامله الزبل ما كانش خرج من الدار. لدرجه واحد النهار قبل ما الناس يكتشفوا هذه الجريمه هذه كان واحد من الجيران تلاقى مع الام وسولها على الولاد، قال لها فين كاينين، فين غابرين، شحال هادي ما خرجوا. الام ما كانتش جاوباتو بوالو، وبحال ابتسمات في وجهه واحد الابتسامه خفيفه وما هضراتش معاه، ورجعت دخلت للدار. من بعد هادشي اللي وقع كامل هذاك الجار بحال بدا كيحس بالذنب، بحال بدا كيقول واقيلا هادو كانوا مخطوفين من ديك الساعات وانا ما كنتش فهمت والو، وما كنتش بلغت على هادشي اللي كان وقع، ما كنتش بلغت على الاختفاء ديال الدراري. المهم بدا كيحس بالذنب، بدا كيقول مع راسو كنت واقيلا ممكن نقدر ندير شي حاجه وانا ما كنت درت والو. المسرح ديال الجريمه كما قلنا كان خايب بزاف، والضرر اللي كان في الاجساد ديال الدراري حتى هو كان خايب، لدرجه ان المحققين بداو كيقولوا بلي ان ممكن الوالدين حتى هما يكونوا ميتين ومدفونين في شي بلاصه بعيده ولا مدفونين في شي بلاصه اللي ما معروفاش. والطريقه ديال الجريمه كانت كتبان بحال شي حاجه اللي شخصيه، يعني بحال شي حساب، بحال شي واحد صفى الحساب ديالو مع هاد العائله هادي وكذا. يعني بداو البوليس كيقولوا اشنو اللي عند هاد العائله هادي اللي خلى ان هاد الشيء وقع لهم كامل. البوليس بداو كيحاولوا يفهموا شكون هي هاد العائله هادي، الاحداث اللي كانت عندهم في الحياه ديالهم، واش عندهم شي مشاكل مع شي حد وكذا. دابا خليونا نتعرفوا على هاد العائله هادي. الاب كان تقريبا عنده 40 عام، وهاد الزوجه هادي اللي كان مزوج بها ما كانتش هي الاولى، كانت هي الثالثه. الاولاد اللي كانوا ميتين ما كانوش كاملهم من نفس هاد الام هادي، ثلاثه الاولاد كانوا من الزوجه الثانيه ديالو، وجوج ديال الاولاد كانوا من الزوجه الثالثه. الزوجه الاولى ديالو ما عنده منها حتى شي ولاد. هاد الاب هذا كان عزيز عليه اي حاجه ديال التصوير والحواسيب وكذا، داكشي علاش كان حلو واحد الشركه هو وشي صحابو، كانوا حلوا واحد الشركه وبدات كتكبر شويه بشويه حتى ولاو عندها 3 ديال الفروع. ولكن من بعد بدات كتفلس، بدات كدير الافلاس. وهنا كان الاب كان تسلف من بزاف ديال الناس، كان تسلف منهم الفلوس باش يحاولوا يعتقوا الشركه ديالهم. الناس بداو كيقولوا بلي ممكن الاب كان تسلف من شي ناس ولا شي عصابه اللي خلاتهم ينتقموا منه ملي ما رجعش لهم الفلوس ولا ما قدرش يوفي الدين ديالو. وهاد العصابه هذه هي اللي قتلت لهم ولادهم وخطفاتهم، وهي اللي دارت فيهم هادشي كامل. ولكن المسرح ديال الجريمه كينقول حاجه ثانيه، لانه الدار كانوا فيها مجوهرات وكانوا فيها شي فلوس وكذا. يعني كون كان هذا هو السبب، كان هذاك اللي دار فيهم هادشي كان غادي ياخذ دوك الحوايج اللي كانت عندها قيمه ماديه بحال المجوهرات ولا الفلوس وداكشي الاخر، كان غادي ياخذهم من الدار ويهرب بهم. ولكن الدار اي حاجه كانت فيها ثمينه بحال دوك المجوهرات ما كانتش تحيدات من بلاصتها نهائيا، وكاع داكشي اللي كانت عنده قيمه ماديه ما كانش مشفور من الدار نهائيا. البوليس بداو كيفهموا باللي هاد الجريمه هادي ما كانتش وقعت غير هكاك، اللي دار هادشي كان مخطط ليه مزيان. كما قلنا الضحايا كاملهم كانوا خوت، والكبير فيهم اللي كانت عنده 18 عام قبل ب4 ايام ما يكتشفوا الجثث ديالهم كان نورمالمون تقبل في واحد الجامعه، وهاد الجامعه هادي كانت عيطات عليه باش يجي باش يعرف راسو بلي تقبل، وكان من المفروض انه يمشي للجامعه في هذيك النهار، ولكن ما مشاش وما كان حتى شي جواب منه. وقبل ب3 ايام ما توقع الجريمه هذه كانوا جوج من الدراري الصغار اللي كانت الجثث ديالهم تما كانوا مشاو للمدرسه ديالهم نهار 5 سبتمبر. الجريمه كانت اكتشفات نهار 8 سبتمبر، وهاد جوج ديال الدراري الصغار كانوا مشاو لمدرستهم نهار 5 سبتمبر. فهنا البوليس بداو كيفهموا بلي ان هاد الجريمه هذه كانت وقعات متقطعه. يعني الكبير كان هو اللي مات الاول، كان الكبير هو اللي تصفات ليه هو الاول، عاد من بعد بدات كتصفى للدراري الاخرين. ودوك الجوج دراري الصغار اللي كانوا مشاو لمدرستهم نهار 5 سبتمبر كانت الجثث ديالهم ملقيه بنفس الحوايج اللي كانوا مشاو بهم للمدرسه ديالهم. يعني انهم كانوا مشاو للمدرسه وغير جاو كانوا تقتلوا. والسؤال في هذا الشيء كامل هما فين هما الوالدين، واش ميتين ولا مختفيين ولا مخطوفين؟ المهم هذا السؤال هذا كان محير البوليس بزاف، وكانوا كيحاولوا يفهموا فين كاينين
هاد الوالدين هادو. حتى البلاصه اللي كانت كتقرا فيها البنت كانت صونات للوالده ديالها، قالت ليها بلي البنت شحال هادي ما جات المدرسه، وهنا الوالده ديالهم قالت لهم بلي البنت مريضه شويه وغادي تاخذ اجازه غادي ترتاح فيها شويه باش ما تجيش للمدرسه هاد الايام هادو. ولكن في هاد المده هادي البنت كانت ميته اصلا. البوليس من بعد التحليل هذا ديالهم بداو كيفهموا بلي انه ممكن هاد الحادثه هادي كان وراها شي حد، وهو اللي كان كيحرك في الوالدين، هو اللي كان كيتحكم فيهم وكيقول لهم اشنو يديروا واشنو يقولوا. وباش نشرح لكم اكثر، هذاك الدري الكبير كان كيتريني وكان رياضي وكذا ومعروف عليه بلي واعر، يعني كانت شي حاجه ديال المقاومه ولا كانت شي مدابزه في الدار ولا شي واحد اللي دخل ولا شي حاجه، كانوا على الاقل غادي يقاوموا. كيفاش واحد غادي يدير في عائله كامله هذا الشيء؟ وكما قلنا في الاول، هاد الديور هادو كانوا ملاصقين مع بعضياتهم، يعني ما كانت شي مدابزه في وسط الدار ولا شي حاجه اللي بالقوه ولا شي مضاربه، كانوا الجيران كانوا غادي يسمعوها حيت الحيوطه كانوا ملاصقين مع بعضياتهم. هنا البوليس بداو كيفهموا بلي ان هاد الجريمه هادي كانت وقعات في صمت وفي هدوء باش حتى شي واحد ما يسمعها. البوليس بداو كيشكوا بلي ان هاد الجريمه هادي كانت وقعات بمخدرات ولا كانت فيها تنويم ولا تخدير ديال دوك الضحايا باش ما يكون حتى شي صوت. فاش حلوا الاجساد ولا الجثث ديال هاد الضحايا هادو ما لقاو حتى شي اشاره ديال شي مخدر ولا شي منوم ولا شي ماده مخدره في الاجساد ديالهم. البوليس فاش قلبوا الدار مزيان لقاو فيها واحد النبته، وهاد النبته هادي كانت كتستعمل في التخدير، ولكن ماشي التخدير ديال اي حاجه، كانت كتستعمل في التخدير ديال الحوت. باش نشرح لكم، الناس ديال تايوان كانوا كيستعملوا هاد الماده هادي ولا هاد العشبه هادي فاش كانوا كيبغيو يصيدوا. كانوا كيشدوا هاد العشبه هادي وبحال كانوا كيسلقوها في شي ماء، وفاش كيبغيو يصيدوا كيشدوا هذاك الماء اللي كان طابت فيه هذيك العشبه وكيخويوه في هذيك البركه ولا داك الماء اللي فيه الحوت باش كيخدروه وكيصيدوه بسهوله. وهاد العشبه هادي ما كانتش شي حاجه زعما اللي سهل انها تلقى ولا انها كتشرى دغيا، المهم ما كانتش متوفره بزاف. هاد النبته هادي ولا هاد العشبه هادي ماشي شي حاجه اللي عاديه وماشي نورمال انه ناس عاديين تكون عندهم في الدار، حيت اصلا ما كتباعش في اي بلاصه، ما كتباعش في الحوانت، يعني ما متوفراش بزاف. كاينين شي ناس بالضبط اللي كيبيعوها وما معروفش اصلا واش ليغال انه تباع ولا ما تباعش. هاد النبته هادي الا كان شربها شي حد كتسبب ليه التقيه وكتسبب ليه انه يتخدر شويه، ولكن اذا شرب منها بزاف كتسبب في الاختناق. ولكن واحد السر في هاد النبته هادي، بحال الا كتعود بالنفع وما كتخليش شي اثر ديال السموم في الجسد ولا في الجثث، ما كتخلي حتى شي اثر ديال التسمم في الجثث. البوليس بداو كيحاولوا يفهموا كيفاش هاد النبته هادي جات للدار، واش هادو اللي داروا هاد الشيء هما اللي كانوا جابوها، وكيفاش غادي نساو شي حاجه بحال هادي في الدار. كيفاش نتوما سديتو كاع المداخل والمخارج ديال الدار باش ما تخرجش الريحه وحاولتوا تخبيو كاع الادله ونسيتو شي حاجه اللي كبيره بحال هادي. البوليس من بعد فهموا باللي ان هذيك النبته الاب هو اللي كان طلبها، الاب هو اللي كان جابها للدار. الاب كان صونا لواحد صاحبه وقال ليه بلي انا محتاج هاد النبته هادي لانه واحد الشخص من العائله ديالي كيدير شي بحوث على هاد النبته ومحتاجها باش يدير عليها التحاليل ديالو وكذا. البوليس قالوا مع راسهم واش معقول ان الشخص اللي كان مختلط في هذه العائله هذه ولا المجرم اللي دار هذه الحاله في هذه العائله هذه هو اللي فرض على ان الاب هو اللي يطلب هذه النبته هذه، هو اللي فرض عليه يصوني ويقول هذا الشيء، وهو اللي كان كيتحكم في الاب والام في كل شيء وكيقول لهم شنو تقولوا وشنو ديروا. الادوات والحوايج اللي كانوا في مسرح الجريمه، خاصه داكشي اللي كانوا مربوطين به الدراري وكذا، الوالدين هما اللي كانوا شراوه، خاصه الاب. الاب كانت شداتو الكاميرات ديال المراقبه ديال المتاجر والحوانت اللي كان كيشري منهم، كان شداتو باللي هو اللي كان كيشري داكشي، حتى من السكوتش اللي كان مسدود بها الباب ديال الدوش والفتحات ديال الدوش كان فيهم البصمات ديال الاب. واش هذا اللي دار هذا الشيء كان باغي ان الاب والام يبانوا باللي هما اللي دايرين هذه الجريمه هذه، وباللي هذا الشيء كانت جريمه داخليه في وسط الدار، وباللي الاب والام هما اللي داروا هذا الشيء كامل. نهار 11 سبتمبر لقاو الطوموبيل ديال الوالدين في واحد البلاصه حدا واحد السكه ديال التران، ورجعوا للكاميرات باش يفهموا فين مشاو هاد الوالدين هادو. فاش رجعوا للكاميرات فعلا لقاو الوالدين خرجوا من الطوموبيل وبداو كيتمشاو جيت واحد البلاصه. البوليس حاولوا يقلبوا على كاع الكاميرات باش يعرفوا هاد الوالدين هادو فين مشاو. البوليس بداو كيتسناو في الكاميرات واش غادي يبان شي واحد واش تابعهم واش كيهددهم واش شي حاجه بحال هكا. الوالدين بانوا في الكاميرات بلي دخلوا لواحد الحانوت ولا واحد المتجر
وبداو كيشريو منه شي حوايج بحال القهوه بحال الماكله. وفي الكاميرات بانوا بلي الوالدين ما كانوش كتبان عليهم حتى شي اشاره ديال الخوف ولا شي ملامح ديال الخوف، وما كانش كيبان عليهم شي تهديد نهائيا. من بعد ما خرجوا من هذا الحانوت ولا هذا المتجر هذا، الوالدين اختفوا وما بقاوش عندهم حتى شي اثر. من بعد هذا الشيء اللي وقع، البوليس بدلوا السؤال ديالهم. البوليس بداو كيقولوا واش فعلا كاين شي طرف ثاني في هذه الجريمه هذه، ولا المجرم كان دائما في وسط الدار؟ واش المجرم هو الوالدين؟ الجيران حتى هما ما ردوا البال حتى شي واحد في دوك الايام بلي شي واحد غريب دخل للدار ديال هاد الناس هادو. ما كانش شي واحد من غير العائله هي اللي كانت كتدخل للدار. فهنا البوليس بداو كيقولوا بلي واقيلا ممكن هاد الوالدين هادو هما اللي داروا هاد الشيء كامل في ولادهم. الا كانوا هما اللي داروا هاد الشيء، علاش داروه وكيفاش داروه وفين غبروا هاد الوالدين هادو؟ فديك الساعات البوليس حولوا التحقيق ديالهم كامل لجهة الوالدين، وبداو كينشروا التصاور ديالهم في البلده والدوله كاملها باللي مطلوبين. المحققين مشاو للبلاصه فاش كان خدام الاب، وبداو كيقلبوا تما على شي ادله ولا شي حاجه اللي يقدروا يلقاوها. فلقاو واحد الكاميرا، وكان باين في هذيك الكاميرا بلي كانت ممسوحه منها بزاف ديال الحوايج. البوليس بطبيعه الحال قدروا يرجعوا شويه من التصاور اللي كانوا ممسوحين من هذيك الكاميرا. وحده من التصاور اللي لقاو كانت صدمه بالنسبه للبوليس. هاد الصوره هذه كانت ديال الجريمه فاش كانت كتوقع. هاد الصوره هذه كانت ديال البنت الكبيره، والمجرم جالس حداها وكيربطها. اللي كان جالس حداها هو باها. وفي واحد الصوره اخرى، الطول اللي ما بين الارض والكاميرا، فهموا باللي ان اللي كان كيصور واللي شاد الكاميرا هو الام. من 2006 هاد الوالدين هادو مختفيين تماما. البوليس والبلده كانوا دفنوا هادوك الولاد في واحد المقبره، وكانوا على طول العام مراقبين هذيك المقبره على اساس الا جا ليها شي واحد ولا شي واحد من دوك الوالدين باش انه يزور دوك الولاد ولا شي حاجه بحال هكا. على طول العام حتى شي واحد ما جا زار دوك الولاد. من بعد هادشي كامل، وحده من الجيران ديال دوك الناس كانت خدامه في المليه، كانت راجعه من الخدمه ديالها، وفاش مشات تدخل للدار ديالها لقات واحد البنت صغيره لابسه واحد الغوب بيضه كتحاول تحل الباب ديال الدار ديال هاد الفرمليه هادي. فقالت لها شنو كديري نتيا تما وكذا، علاش كتحاولي تحلي الباب ديال الدار ديالي؟ قالت لها انا بغيت نعاونك ونحل لك الباب. قالت لها لا شكرا، غسيري وخليني انا غادي نحل الباب ديال الدار. فهاد البنت هادي الصغيره مشات فعلا وبدات كتنقز وكتضحك هكا الضحك ديال الدراري الصغار، ومن تما مشات. صافي الممرضه دخلات وبدات كتقول شنو هاد الشيء وشكون هاد البنت هادي. في واحد اللقطه بدات كتسترجع وشبهات هذيك البنت اللي كانت شافت البنت الصغيره ديال العائله اللي كانت حتى هي ماتت في هذيك الحادثه. سور بلاص كانت مشات عند البوليس وعاودت لهم هذا الشيء اللي وقع ليها. والسور بلاص كان البوليس جاو للبلاصه ديال الحادثه ديال ديك الدار عاوتاني. بداو الناس كيربطوا هذا الشيء بدوك الارواح وبجنون، وبداو كيقولوا بلي ممكن هاد العائله هذه كانت عندها شي علاقه مع الطوائف اللي كيديروا هاد الارواح الشريره وكذا. القائد ديال التحقيق هذا كان بغى يحيد هاد الشكوك هادو، وقال للبوليس بلي انا غادي نعيش في هاد الدار هادي هاد السيمانه هادي باش نبين لكم بلي هاد الشيء ما عنده حتى شي علاقه وما عنده حتى شي معنى. وفعلا من بعد ما دازت سيمانه خرج هاد القائد ديال التحقيق وقال لهم بلي انا كنت عايش في الدار عادي وما شفت حتى شي حاجه اللي خارجه عن العاده ولا خارجه عن الطبيعه. كنت عايش في الدار هذه ترونكيل وما كانت حتى شي حاجه اللي ماشي طبيعيه. من بعد شي ايام هذا المحقق هذا كان مشى زار واحد المعبد، وما كانش باين السبب علاش مشى هذاك المحقق لهذاك المعبد وشنو مشى يدير فيه الى اخره. المهم ما كانش واضح علاش مشى لهذيك البلاصه وعلاش مشى لهذاك المعبد. فاش مشى لتما كان تلاقى مع واحد السيده خدامه في هذاك المعبد، وبقى هكا كيهضر معاها وقالت ليه بلي راه كاينه واحد السيده عند الباب ديال المعبد كتسناك وباغا تهضر معاك. دار لهذاك المحقق باش يشوف، ما لقى حتى شي وحده. قال لي انا راه ما بانت لي حتى شي وحده كتسناني. فبدات كتوصف ليه هذيك المراه اللي قالت ليه بلي راه كتسناك، بدات كتوصف ليه كيفاش دايره وكذا الى اخره. المحقق بدا هذاك الوصف بحال اللي كيشبهو بشي شخص كيعرفو، فجبد ليها واحد الصوره كانت عنده وراها لهذيك السيده اللي كانت في ذاك المعبد، وقال لها واش هذه هي المراه اللي كتقولي عليها، واش هذه هي المراه اللي بغات تدوي معايا؟ قالت ليه راه هي هذه. الصوره اللي كان جبد ليها
هي ديال الام ديال هذوك الدراري اللي كانوا ماتوا. الام ما كانتش تما فعلا، وبحال غير ديك المراه اللي خدامه في داك المعبد هي اللي كانت كتشوفها، بحال كانت كتشوف روحها ولا ما عرفتش شنو. المهم هما كيامنوا بزاف بهذا الشيء. هي كانت كتقول بحال كانت كتشوف الروح ديالها ولا شي حاجه بحال هكا، وقالت ليه باللي راه هاد الام هادي بغات توصل لك شي حاجه وبغات تقول لك شي حاجه. المحقق قال لها اشنو بغات تقول ليا فاش بغات تهضر معايا؟ قالت ليه باللي هذيك الام بغات توصل لك باللي راهم هما ميتين في واحد الجبل اللي بعيد. هي قالت ليه السميه ديال الجبل، فانا هاد الجبل هذا غادي نشير ليه بالجبل اكس. المحقق ما خداش هاد الشيء بسخريه، ماشي قال لا هاد الشيء راه غير تخيل ولا غير هاد السيده هادي كتخيل ولا شي حاجه بحال هكا. ففعلا عيط للبوليس وقال لهم يمشيو ويقلبوا في هذاك الجبل واش غادي يلقاو فيه شي حاجه. مشاو البوليس لهذاك الجبل اكس، قلبوه حفروا هذاك الجبل مزيان وقلبوه كامل وما لقاو حتى شي حاجه. من بعد هاد الشيء كامل وقله الادله، البوليس قالوا باللي واقيلا هاد القضيه هادي ما عندها حتى شي حل، وللاسف ما قدرناش نحلوها، وتقريبا كانوا سدوا القضيه. عام 2015 يعني من بعد 10 سنين من هاد الجريمه هادي، حيت الجريمه كانت وقعت في 2006، من بعد 10 سنين غادي تبان حاجه جديده في هاد الجريمه هادي اللي غادي تقلب وغادي تخربق كلشي. في هاد العام هذا كان واحد من الصيادين كان كيصيد في واحد الجبل معين، كان كيصيد في واحد الغابه اللي ما كانوش الناس كيمشيو ليها عاده وما كانوش الناس كيقربوا ليها اصلا. كان كيصيد حتى بان ليه في الارض واحد الحاجه اللي خلعاتو وخلاتو يصوني للبوليس بالزربه. كانت بانت ليه واحد الجثه مدفونه في الارض وكان خارج منها الراس ديالها شويه وكانت كتبان. وملي جاو البوليس ما لقاوش جثه وحده، ما لقاوش جمجمه وحده، لقاو زوج ديال الهياكل العظميه كاملها مدفونين. ومن بعد التحليل فهموا بلي هاد الجثث هادو ميتين اكثر من 5 سنين، وبالتحليل ديال الحمض النووي فهموا بلي هاد الجثث هادو ديال الاب والام. في هذيك البلاصه كانوا لقاو واحد المبيد حشري، ومن الواضح من بعد التحليل ديال الجثث والتشريح ديالهم انهم كلاو هاد المبيدات الحشريه هادي في الاكل ديالهم. من امتى وهذا الشيء واقع وعلاش وقع؟ واش هما انتحروا ولا شي واحد اللي دار داك الشيء وخلاه يبان بحال هكاك؟ والغريب في هذا الشيء كامل هو ان داك الجبل فاش لقاوهم هو الجبل اللي هذيك السيده اللي في المعبد كانت قالت لذاك المحقق. المهم من بعد هذا الشيء كامل هاد القضيه هذه كانت سدات على اساس ان الوالدين هما اللي كانوا داروا هذا الشيء، ولكن الناس بقاو مشككين بلي ان فعلا الوالدين هما اللي داروا هذا الشيء، لانهم كيقولوا علاش غادي يديروا هذا الشيء في ولادهم؟ شنو هي الحاجه اللي غادي تخليهم يديروا هذا الشيء في ولادهم؟ على الاقل الا فعلا نتوما اللي قتلتوا ولادكم علاش ما تخليوش شي رساله تشرحوا فيها علاش ولا شنو اللي خلاكم ديروا هذا الشيء؟ واش الديون؟ وعلاش غادي تقتلوا ولادكم اللي من لحمكم ودمكم؟ فهاد الحادثه هذه كانت مؤثره بزاف. علاش ممكن الوالدين يقدروا يديروا شي حاجه بحال هكا في ولادهم؟ علاش الاب والام يصوروا راسهم وهما كيربطوا في ولادهم وكيقتلوهم؟ علاش غادي يديروا شي حاجه بحال هكا اللي خبيثه وخايبه بزاف في ولادهم؟ الواحد كيعجز على الكلام وعلى الوصف بحال هاد القضايا وهاد الجرائم هادو، لانه ما كتبغيش تقتنع ولا تقبل انه الوالدين يقدروا يديروا شي حاجه بحال هكا في ولادهم. المهم بهكا غنكون وصلنا للنهايه ديال هاد الحلقه هادي. ما نساش تخلي ليا كومونتير وتقول لي واش انت كظن باللي الوالدين فعلا هما اللي داروا هاد الشيء في ولادهم، ولا كاين شي طرف تاني اللي يقدر يغطي الادله كامله ويخربق مسرح الجريمه باش يبين باللي ان الوالدين هما اللي داروا هاد الشيء وهو اللي كان كيتحكم في الوالدين وخلاهم يديروا هاد الشيء كامل. ما نساش تشارك معايا الراي ديالك والتفسير ديالك لهاد الجريمه هذه، وإلا عجبتك هاد الحلقه هذه ما نساش دير ليا لايك ومتابعه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وكيف العاده نتلاقاو في اللغز جديد.